واش الخوت كيبدا الفيلم في الثمانينات، الوقت اللي اتحدوا فيه الكوبيين مع روسيا وصنعوا الاتحاد السوفيتي. قرروا يسيطروا على العالم، ومن بعد ما سيطروا على اوروبا قالت لهم الانجليز. كان صعب يدوزوا ليها بسبب الطبيعه ديالها، ولكن حتى واحد ما يقدر يوقف قدام السوفيت والكوبيين. سيطروا على بزاف ديال الولايات الامريكيه حتى الواد ميسيسيبي، ومن بعد وصلوا لغرب امريكا الشماليه وكملوا الخطه باش يحتلوا امريكا كامله. وفي مدينه كابوت في غرب امريكا بان تاتو هو كيوصل خوه مات للمدرسه الثانويه. في حصه ديال التاريخ شاف الاستاذ بزاف ديال العسكر هابطين بالمظلات. ملي هبطوا بانوا باللي ماشي امريكانيين. تعجب الاستاذ كيفاش وصلوا للمدينه. خرج الاستاذ وهو ما خايفش منهم باش يفهمهم باللي راهم في مدرسه، ولكن الجيش السلاح وقتلو. بداو كيضربوا في المدرسه بالقنبول والقرطاس، وهرب ماتوا صحابو ادريانو وروبرتو وارتور بالسربه وخرجوا من المدرسه. كانوا في شي طونوبيل ولكن شافوهم العسكر وضربوا لهم الطونوبيل وخسروها. شويه هو يشوفهم تجات وقال لهم باش يركبوا معاه، وبقاو غاديين مكسيرين وسط المدينه اللي عامره بالعسكر. حاول الجيش يقتلهم ولكن حيت جات صايق بالجاد عتقهم. شاف ارتور الاب ديالو هو كيعيط ليه، ولكن شدوا العسكر وقتلوه. ارتور بقى فيه الحال بزاف وحاولوا صحابو يواسيوه، ومن بعد مشاو عند الاب ديال روبرت اللي كيبيع السلاح في الحدود ديال المدينه. خداو بزاف ديال الماكله والمشروبات والسلاح، وقال لهم باش يهربوا للجبال قبل ما يوصلوا ليهم العسكر وباش ما يرجعوش للمدينه مره اخرى. ودع روبرت الاب ديالو مشى مع صحابو لبلاصه بعيده وسط الغابه. ملي وصلوا تقسموا لجوج مجموعات، وحدين بغاو يرجعوا للمدينه عند عائلاتهم، ومجموعه بغاو يبقاو مخبيين حتى كلشي يولي مزيان. ولكن الدجاج قنعهم بلي عائلاتهم غيبغيوهم يبقاو عايشين، عليها خاص يبقاو حيين، وكلهم اقتنعوا بهضرته. دازوا يامات وقدروا يبقاو عايشين غير بالحوت والحيوانات اللي كيصيدوا. في نفس الوقت الجيش عرف باللي شي مجموعه مسلحه هربوا للجبال، وهذا الشيء من بعد ما عرفوا الاسماء ديال الناس اللي شراو الاسلحه من عند الاب ديال روبرت باش يحيدوا الناس السلاح اللي عندهم. ولكن لقاو السلاح ناقص. من بعد شهر قررت جاتو المجموعه باش يصيفطوا شي وحدين يشوفوا المدينه كي ولات. مشاو ميتو جيتو روبرت، لقاو بلي المدينه احتلها الجيش كلها. لقاو واحد المحل كيعرفوا مولاتو، سولوها على شنو وقع. قالت لهم بلي ما خاصهمش يبقاو هنايا في المدينه حيت الجيش كيقلب عليهم. وقالت لجيتو ميت للاب ديالهم في واحد المعسكر كيشدوا فيه الناس اللي كيديروا الشغب وكيعارضوا الجيش. مشاو بثلاثه لذاك المعسكر ولقاوه باللي وسط الصحراء وداير كامل بالسلوكه. وشاف جيتو ميت الاب ديالهم اللي كيبان لهم ضربه خايبه. بقى فيهم الاب ديالهم بداو كيبكيو. قال لهم بلي خاص يكونوا قويين وبلي الام ديالهم راه ماتت، وبغاهم ينتقموا ليه والام ديالهم. ولكن ما لقاش روبرت الاب ديالو، وقرر يمشيو لدار جارهم سيمون. رحب بهم وقال روبرت الاب ديالو مات. من بعد ما عرف العسكر بلي السلاح ناقص ما مسجلش وما باش يعترف بالحقيقه ومات ولا عبره للمدينه كلها. تعصب روبرت وغضب عليهم وقرر باش هو ينتقم منهم. طلب سيمون منهم باش يديو معاهم شي حاجه وهما يخرجوا الاحفاد ديالو توني وإريكا، وقال لهم بلي العسكر كان بغاو يتعداو عليهم وطلب منهم يديوهم لاي بلاصه مامنه. مشاو على العواد ديال سيمون ورجعوا لوسط الغابه والجبال، وكانوا كلهم حازنين حيت ماتوا ليهم الناس قراب ليهم. دازوا يامات مشاو شي عسكر روسي للجبال باش يتصوروا حدا واحد الحجره اثريه، وهما يسمعوا شي صوت ولقاو بلي جاتو المجموعه ديالو اللي كانت مخبيه مور الجبل. وقبل ما يشدوهم قدروا يهجموا على المجموعه الثانيه وقتلوا العساكريه كاملين. عرف الكولونيل هذا الشيء اللي وقع وقال لهم باش ما يمشوش للجبل اللي ما كانوش كاملين، وكانوا خايفين من القوه ديال الدراري اللي مخبيين وسط الغابه. وهضر الكولونيل مع العمده ديال المدينه اللي هو نيت الاب ديال ادريان، ولكن العمده قال لهم باللي ولده ما يقدر يقتل حتى شي واحد وهو مسالم. وحاول معاهم باش ما يبقاوش يقتلوا الناس المدنيين، ولكن بلا نتيجه. النهار الثاني جاميت متنكر وشافهم كيدفنوا العسكر اللي مات. ومن بعد وقفوا بزاف ديال الناس ومنهم الاب ديالو وتيراو فيهم وماتوا وخلاوهم. مات دارت به الدنيا ورجع راسو للومه باللي هو السبب. حاول خوه الجات يتصبروا وبلي اي حاجه كتوقع كتقويهم ماشي كتضعفهم، وقرروا باش يحاربوا الجيش حرب عصابات. النهار الثاني شافوا الدبابه في واحد الستاسيون، صيفطوا لهم توني معها ساك عامر بالقنبول. ملي شافوها العسكر بغاو يتحرشوا بها، هربات وخلات لهم الساك. ملي حلوا العسكر وهو يتفرقع عليهم، تبعوها شي وحدين منهم ولكن خرجوا لهم تتولي معاه قتلوهم كاملين. وكل مره ولاو كيديروا نفس الهجمه وقدروا يقتلوا بزاف ديال العسكر. وسموا المجموعه ديالهم وولفرانس وكتبوا سميتهم في الحيطه ديال المدينه وعلى الدبابات اللي كيقتلوا العسكر ديالها. وبغى الكولونيل الروسي يقتلهم شخصيا باي طريقه. وفي الجبل كانت توني كتمشى بوحدها حتى كتشوف عسكري امريكاني ناعس في الارض. فيقاتو تاكدت باللي معاهم، داتو معاها للمعسكر وعرفوا باللي هو طيار امريكاني، وعاود ليهم شنو وقع في الولايات الاخرين واحتجاز السوفيات المدنيين كيقتلوا فيهم، وعاود لهم على عائلته اللي كان متاكد باللي ماتوا. بقى فيهم هضروا معاه على الحرب العصابات اللي كيديروا. النهار الثاني مشى معاهم لواحد الحرب من الحروب اللي كيديروا، وقدروا يقتلوا ويفرقعوا بزاف من العسكر غير بالسلاح اللي عندهم. ومن بعد خطط الطيار لشي هجمه واحده اخرى، ولكن هاد المره يقصدوا البلايص ديال السلاح ومتفجرات ديال الجيش. والخطه ديالهم هي سرقوا الطوبيس ديال الحبس
ويعمروه بالسلاح ويفرقوا على المحابسيه باش يفرقعوا القشله ديالهم. عجباتهم الخطه ووافقوا عليها، ونهار الثاني داروا الخطه وهجموا على القشله ديال الجيش وقتلوا بزاف منهم وفرقعوا الطيارات والدبابات. حلوا على المتحابسيه وعطاوهم السلاح ورجعوا للجبال ثاني. دازوا شهوره ودخل فصل الشتاء ومازال الحرب ما بين الامريكان والسوفيات. تقربوا المجموعه من بعضياتهم ولاو بحال عائله وحده. طياروا إيريكا ولاو كيبغيو بعضياتهم، والمجموعه كيحاولوا يحيدوا الضغط ديال الحرب باللعب. ومن بعد مشاو لدار سيمون وقال لهم بلي الامريكان كلها سمعت بالمجموعه ديالهم وباللي بغاو يعطيوهم السلاح وكيشوفوهم ابطال الحرب. داز الوقت كان طياروا جيت ومجموعه حاضيه المنطقه وشافوا دبابات كيضربوا في المدينه. خافوا بزاف وتخباو تحت واحد الحجره قريبه بزاف من الدبابه وخافوا يشوفوهم. وقرر الطيار يضحي براسو وهجم على الدبابه وقال للمجموعه باش يهربوا، وقدر باش يفرقع الدبابه ويموت معاها. بقى فيهم الحال بزاف على الموت ديالو، واخاصه إيريكا اللي كتبغيه، وحسوا بلي خسروا خوهم الكبير وفكروا باش يسلموا راسهم. من بعد مده كانت جاتهم مجموعه كيراقبوا حتى كيشوفوا شي عساكريه روسيين جايين جهتهم بشويه بحال عارفين بلاصتهم، وقدروا يقتلوهم كلهم من غير واحد. لقاو عنده واحد الجهاز في شكال وعرفوا بلي كيحدد المواقع. خدم ميت الجهاز وداهم عند ادريان صاحبهم وهو يقول لهم باللي راه مشى للمدينه ووكلوه واحد اللعيبه اللي كتخليهم يعرفوا بلايصهم. حاول يشرح لهم شنو داروا ليه وتعصب جيد وقرر باش يقتلو حيت خانهم، ولكن ميت ما خلاش. قال لي لا قتلتيه بغا يكونش فرق بينك وبين السوفيات. وقررت إيريكا باش تقتلو بيديها وقتلو حتى العسكري اللي بقى. دخل فصل الربيع وكانوا كيراقبوا الطريق اللي قريبه للجبل حتى كيشوفوا الصنادق ديال الماكله مليوحين. صيفطوا توني باش تجيبو حيت الجيش السوفياتي ما عارفش باللي راه معاهم البنات، ولا شافوها ما غيقتلوهاش. قالت لهم الطريق خاويه وهبطوا كلاو وخداو معاهم للجبل شويه ديال الماكله. شويه سمعوا صوت الطياره جايه لجهتهم حتى بداو كيتيروا فيهم وهي تضرب توني وهزات جات فوق عاودو. وتفرقات المجموعه باش يهربوا من الطيارات وقدروا يتخباو في بلاصه مامنه. وهي تنزل الطياره وسط الجبال وكان الكولونيل الروسي معاهم وطلب من العسكر باش يقلبوا على المجموعه. وكانت طوني كتقصح بسبب الجرح وطلبات من جات باش يقتلها حيت خايفه يشدوها ويخليوها تعترف، ولكن جات ما قدرش يقتلها وطلبات منه يعطيها قنبله. شويه كيسمعوا صوت الجيش الروسي جايين. قالت ليه باش يهرب وودعها ووجدات القنبله باش تفرقع من اللي قيسها شي واحد. جاو العسكري تاكدوا من الموت ديالها وهي تفرقع عليهم القنبله وماتوا. وهكا بقات جات وماتوا إيريكا وارتورو. قررت جات باش يهجموا على ديور القاده ديال الجيش وهذه غتكون اخر ضربه ديالهم. وطلبت جات من إيريكا وارتورو باش يهربوا ويدوزوا الحدود ديال شي مدينه امنه. وجد جات وخوه راسهم باش يهجموا. وفي الليل بداو الهجوم ديالهم على الديور ديال الجيش وقدروا يقتلوا الكولونيل الروسي، ولكن مات. تيراو فيه ومات. وخوه جات ما قدرش يتيق باللي خوه مات. بقى هازو كيقول ليه باللي قريب يتلاقاو مع باهم. وتضرب جات بقرطاسه في كتفو وقف قدام الكولونيل الكوبي اللي شافو هاز خوه وما خايفش منه وخلاه يمشي. جلست جات حدا خوه مات في الحديقه اللي كانوا كيجلسوا فيها مع الاب ديالهم وماتوا بجوج. دازوا اعوام وصلت الحرب اللي ربحوا فيها الشباب بقوه والعزيمه ديالهم. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. كان معكم ايمن. ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب وتخليو لي كومونتير.